لم نجد أمامنا تنظيما إلا الإخوان ونحن إخوانيون، هو إخواني. ونظمنا انتخابات الاتحاد العام للطلاب باسم الإخوان ضد هيئة التحرير والوفد والماركسيين، وانفض الوئام بين الإخوان والثورة عقب اتفاقية الجلاء 54. وعشت الصراع بين شرعيتين، شرعية الدين وشرعية الثورة، ولأني للإخوان وولائي للثورة، وما حاولت تحقيقه فيما بعد في اليسار الإسلامي. وفي من العقيدة إلى الثورة، أهو من العقيدة إلى الثورة المجرم أهو ده من العقيدة إلى الثورة اللي أنا قرأت لحضراتكم منه في اللقاء الماضي. الغرض وفي الجامعة في جيت نفسي وفي وتأسيس لاهوت التحرير في الإسلام. عشت آخر عامين لي في الجامعة. طبعا بينا لحضراتكم إن هو عبد الحكيم عامر وداه الفاتيكان، قعد فيه 10 سنين متنصر على ما قال المرحوم اسمه عبد الرحمن بدر. الغرض ده من الدين، من العقيدة إلى الثورة، وده من الدين إلى الصبر. وقعد بس يهطرش علاقة المجتمع الإسلامي بالمجتمع الجاهلي، علاقة تضاد وحرب فلا وجود لأحدهما مع وجود الآخر ولا وساطة بينهما، لكن المهم إعادة كتاب دون خلط القدماء إلى آخره. مش هكتر عنه. ده الدكتور محمد عمارة لما كتبنا هو الوحيد اللي تفاعل معنا للأسف. الشيخ يوسف طلب من الملف اديته له، ما كتب، قرأ الملف وما كتبش فيه. ومش هتكلم بقى في الشخصيات التانية، عصام عارف اسألوه. الدكتور محمد عمارة بينقل عنه، من بيقول ايه؟ الاسلام بين التنور والتزور. وفي بيقول انا براجع ما قبله في الكتب، بيقول له انت كتبت كتابك الاسلام ومش، بيقول له بخط رديء وخط صغير. قال له انت قريته؟ انا مش كاتبه عشان انا صغرت الخط عشان المشايخ ما يعرفوش يقروه. موجود في الكتاب الاستاذ عمارة والناشر دار الشروق، وكتاب مهم. ومع هذا ظلوا على صداقة كصداقة اللي أنا تحدثت عنهم المرة اللي فاتت. الدكتور عمارة بقى بينقل عنه في كتابه التراث والتحديث، بيقول أما كيف نحقق مذهب التراث والتجديد عنده، يعني في تركيز الفكر حول الإنسان بدلا من الله، فيوضع الإنسان الكامل موضع الله، وتحويل أسماء الله وصفاته إلى الإنسان، فالانتقال من الله إلى الإنسان الكامل يعبر عن مضمون الله. إزاي لحد دلوقتي الولد ده اللي اسمه وصفي مش عايز يتبرأ من جهله وسوء أدبه، اللي هيؤدي إلى ضياع بنيان عظيم كنا نعتز به. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نظفوا أنفسكم. حسن حنفي شيخ وصفي أبو زيد سكرتير الاتحاد العالمي بيقول إيه حسن حنفي؟ فكل صفات الله، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة، كلها صفات الإنسان الكامل، وكل أسماء الله الحسنى تعني آمال الإنسان وغاياته التي يصبو إليها، فالإنسان الكامل أكثر تعبيرا من لفظ الله. الكلام ده يا سيدي اللي عند الدكتور محمد عمارة، نائل من التراث والتجديد بتاع حسن حنفي. وطبعا ونائل عن جابر عصفور اللي كان وزير ثقافة، عن التجريب والدولة المدنية في صحيفة الحياة 13/6/93. فبيقول إن التجريب قرين العقل والعقل نقيض النقل، ألا لعنة الله على الظالمين. إحنا كنيسة إن العقل والتجريب لا النقل والاتباع هما أساس المعرفة. ده بينقل في صحيفة الحياة وبيعضد كلام هذا اللعين. وطبعا جابر عصفور له كتاب ضد التعصب، أصدرته اللي هي مكتبة الأسرة بتاع جهان، التلت الأخير كله
بيتكلم عني انا. هو ويجي الواد ده يقول عليا انني مسعور. جابر ما قدرش يقول انني مسعور، انما قال انني متعصب وظلام. ده كتاب الدكتور محمد عمارة، ارجو ان انتوا تحرصوا عليه. بيقول ايه؟ ان الواد ده بيقول في مجلة اليوم والغد صفحة 100، كتاب اليوم والغد، بيقول ولنا أفندية قد تفرنجوا، ولكن إلى جانبهم شيوخا لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين، أتشرف بذلك. ولعلها تكون يعني دعوة حث لإخواني. ما بيغص المجرمين دول إلا العمامة الأزهرية الأصلية، مش ماليزيا اللي بتخش اللي بيغسلوها في الغسالة. لا يغضون إلا هذه العمامة. بيقول ولنا أفندية قد تفرنجوا، ولكن إلى جانبهم شيوخا لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين، ولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في الأرياف. شوف قد إيه بتأكلهم نيران الحقد لما يشوف واحد بيتوضأ على قارعة الطريق، لأن قارعة الطريق ده للشيطان مش لربنا عنده. ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا. طب نعمل إيه مع قوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ نعمل إيه مع قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؟ ذلك قولهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان. نعمل إيه في الكلام ده يالا؟ نعمل إيه يا يد يا وصفي؟ شيخك يد، كلام شيخك يا وصفي. بيقول إيه؟ كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1300 سنة إن هم كفار، إنهم شيوخ مأفونون. ما هو ده بيقول عليا مسعور، وحسن حنفي يقول عليا مأفون. أظن أنت عارف المأفون من يا وصف؟ إنهم شيوخ مأفونون يعدون التفرنج رذيلة. التفرنج عنده اللي هو الرأس وشرب الخمر وترك الصلاة. بيقول إنهم شيوخ مأفونون يعدون التفرنج رذيلة مع أنه عين الفضيلة. وأمام هذا التردد الذي حال دون عموم التفرنج، دعا سلامة موسى، ده كلام حسن حنفي، إلى إلغاء كل مكونات ومؤسسات الموروث. والمؤسسة طبعا أولها المؤسسة الأزهرية. ففي رأيه أنه ما من أمة تنهض إلا وتنسلخ من قديمها.